يا مطور عقاري، ما تستخسرش في فلوس اعلانات الكامبين بتاعتك. طبعا انت في الاول ما كانش بيبقى في دماغك تعمل كامبين خالص لانك معتمد على البروكر، ودي غلطه اتكلمت فيها في فيديوهات قبل كده، ممكن تراجع وتشوف ايه الموضوع ماشي ازاي. بتعمل كل حاجه صح، بتشتري الارض في مكان كويس قوي فتدفع فلوس اغلى من الارض اللي جنبها عشان تعرف تبيعها، تعمل شركه شيك قوي تصرف عليها فلوس، وبعدين تجيب سيلز اقوياء جدا في السوق، وبعدين تديهم سالري كويس، وبعدين تيجي تشغل الكامبين. اول ما تيجي تشغل الكامبين تركز جدا في فلوس الاعلانات، تقول انا صرفت 20000 جنيه، هي ما قفلتش بيع ليه؟ نعم، هي هتقفل بيع ازاي؟ هي نفس اللي انت بتستثمره في الارض تقدر تستثمره في الاعلان بالظبط. تخيل ان انت معاك 10 ليد في الشهر، طب لو معاك 100، طب لو معاك 200، طب لو معاك 300، طب لو معاك 1000، 2000، 3، عد بقى. كل ما هتطلع العدد ليد اكبر منطقي انك تكلوز ديلز اكتر وتقفل المشروع بتاعك اسرع. منطقي جدا. وانا هصرف، مش لازم اصرف كتير بس استمر، المهم ان انا استمر كل شهر وكل شويه واركز ان الاعلانات ما تقفش. الازمه انك بتبقى مركز قوي ان كل جنيه صرفته في الاعلان يطلع لك عقد، وده مش مستحيل يحصل لانك انت مش لوحدك في الدنيا، انت معاك بروكر بنفسك على مشروعك، وبروكر بنفسك على مشروعات شبهك، وكمان معاك ديفلوبر بنفسك على مشروعك. يعني انت بتتنافس من كل مكان، فانت لازم تخصص بادجت. البادجت ده رقم، حدد بادجت شهريه وبعدين اضربها في 12 شهر، يعني سنه كامله. حط بادجت سنه مالكش دعوه بيه، سيبه. ايه اللي هيحصل؟ ان اللايف سايكل هتبدا تمشي في البروسيس بتاعتها بشكل طبيعي. كل الموضوع ان اول شهر ممكن ما اقفلش بيها جدا، الشهر بعده ممكن ما اقفلش بيع، وممكن الليد تبقى مور كواليفايد والناس مور انترستد ولكن برضه ما قفلتش بيع. فلو سمحت ما تستخسرش في فلوس الاعلانات، وخلي عندك سلام نفسي ناحيه فلوس الاعلانات كانها حاجه مهمه بالنسبه لك انت بتجيبها، وده يخليك تكسب اكتر، تستثمر اسرع. لو اعتبرت ان الفلوس الاعلانات هي فلوس استثمار، يعني هحط فلوس يجيلي منها، طبعا فكر فيها. لو بعت بيعه واحده هتغطي لك كام من التكلفه اللي انت حاططها؟ طب لو بعت بيعتين وثلاثه واربعه وبالك ديل وجبت مشروع وجبت ناس والبيعه جابت كونكشنز والبيعه جابت ريفيلرز، مش كل ده مصلحه ليك؟ لو سمحت حط بادجت بالسنه، لو سمحت ما تستخسرش في الاعلانات، لو سمحت افهم ان ده استثمار مش بس اعلان يجي مكانه. طول ما الليد حلوه، طول ما الليد انترستد، حتى لو ما قفلتش بيع كمل، لانك لو وقفت هيحصل ايه؟ المنافس هياخد منك اكتر، هيعمل انتشار اكبر، البراندنج عندك هيقع، والبيع هيقع لانك هتعتمد على سورس واحد بس وهو البروكر. فنصيحتي مني ليك استثمر في فلوس الاعلانات زيها زي اي حاجه تانية انت بتستثمر فيها، وان شاء الله يجي لك احلى واحسن واسرع عائد في العقار بتاعك. وبس كده، اشوفك في فيديو جديد.